اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم اكشن واثاره اسمه نكشة رام، وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا فيلمنا بارهابي اسمه راجو، وهو بيفجر سوق بالكامل باللي فيه ومن غير ما يحس حتى بتأنيب الضمير. وبنروح بعدها للجنرال باراس، واللي بيكون منفعل جدا من اللي حصل للسوق وكميه الاطفال والشباب والناس اللي ماتت، وبيقول لباقي الاسم بتاعه ان هم مش واجبهم ينقلوا الجثث على المشرحه ولا المصابين على المستشفى، هم لازم يعرفوا مين اللي بيعمل العمليات البشعه دي ويوقفوه. وبينادي على ضابط اسمه الكسندر. وبنروح بعدها لطلاب اكاديميه الشرطه واللي كانوا في حصه الرياضه، وبيجروا جنب الاكاديميه، وبيبقى واحد اسمه راما عايز يدخل معاهم الاكاديميه، بس الحارس بيشوفه وبيمسكه من قفاه وبيرميه بره بوابه الاكاديميه، وبيقول له ان هو مش هينسى بقى قصه انه يبقى ضابط دي، لانه قدم مرتين وفشل ومبهدل نفسه ومبهدل امه الغلبانه اللي بتبيع شاي قدام مركز البوليس، ويروح يساعدها احسن له. وبعدها بيروح راما وبيساعد امه وبيودي الاكل لكمين شرطه في الشارع، وهو هناك بيكسر شويه موتوسيكلات الكمين وبيوقعوا ضابط، وبيصرخ فيهم راما وبيحدف على واحد فيهم اسمه راهول حله صغيره، وبيقف راهول وبيرجع لراما، وبيقعد هو وكل اصحابه يضربوا فيه لغايه لما بيوصل الضابط جوبا وبيفصل بينهم وبيضرب راما بالقلم، وبيروح لراهول اللي كسر الكمين وبيعتذر له وبيقول له يمشي دلوقتي عشان ابوه لو عرف اللي بيعمله هيبقى مش مبسوط. وبيقعد راما بعد ما مشي ويزعق للضابط جوبا ويقول له ان هم ضربوا ضابط في صدره ووقعوه في الارض، ازاي يسيبهم يمشوا وكمان يضربوا؟ وبيرد عليه جوبا وبيقول له ان اللي كان عايز يضربه ده ويمسكه ابن الجنرال باراس وما يقدروش يعملوا له اي حاجه. ونروح لبنت اسمها جامونا واللي كانت بتدور على ابوها، وبتروح لراما جارهم عشان يساعدها، وبيتحركوا هما الاثنين لغايه لما بيلاقوا ابوها، وبيبقى رقيب شرطه وهو نايم جنب محل وسكران طينه، وبيركبوه على العجله ويروحوا بيه البيت، وبيدخلوا راما على سريره. ولما بيطلع لجامونا بتبقى زعلانه على الحاله اللي وصل ليها ابوها، وتقول لراما انها مش فاهمه ابوها بيعمل في نفسه كده ليه، وبتفضل تعيط. وبيحاول راما انه يهديها ويقول لها كلها شهرين وهيبقى ضابط شرطه وهياخدها وياخد ابوها ويعيشوا كلهم مع بعض في البيت عنده بعد ما يتجوزوا. وبيركب بعدها راما توك توك وبيبقى رايح للسوق، بس بيلاقي واحده بتركب عربيه حمراء مع واحد وبتوقعه منها وبتسرق العربيه، وبيقعد يصرخ صاحب العربيه وبيقول حراميه وسرقت عربيتي، ويقول لراما ان هي معاها سكينه ورمته من العربيه بعد ما هددته انها تموته. وبيكمل راما جري ورا البنت النصابه اللي اسمها كيران لغايه لما بيلاقي العربيه وقفت، وبينزل بسرعه يروح للعربيه وبيلاقيها لسه موجوده فيها، وبيحاول يطلع كيران لكن بتقاوم في الاخر تضربه وبترميه، وبيتصدم راما وهو واقع على الارض لان بنت ضربته، وبتنط كيران زي ما بتكون نينجا على الحيطه وبتهرب بعدها بسرعه. ونروح لراهول اللي بيجيله رجل ارهابي وبيديله مخدرات وبيقول له ان الطلبيه الجديده هتوصل قريب وانه لازم يعديها لهم زي ما بيعمل كل مره. ونروح لراما واللي بيبدا امتحانات القبول في الاكاديميه وبينجح في امتحان الانجليزي، وبعدها بيبقى فاضل الامتحانات البدنيه، وبيقعد راما يتدرب وكل الناس بتساعده عشان يحقق حلمه ويبقى ظابط. وبيعرف راهول ان الولد اللي حاول يضربه ده مش ظابط شرطه اصلا ومجرد ولد حقير وامه بتاعه شاي، وكل حلمه يدخل اكاديميه الشرطه. وبيفرح راهول لما بيسمع الاخبار دي. وفي يوم الامتحان العملي يروح راما بسرعه على عجلته وبيلاقي شويه بلطجيه جنب العجل بتاعهم، ودول باعتهم ليه راهول وبيقعدوا يضايقوه لغايه لما بيوقعوه وبيترمي الورق بتاعه كله على الارض. وبيقعد راما يحاول يلم الورق بتاعه من على الارض ويتفادى الضربات بتاعه البلطجيه دول ويهرب منهم لغايه لما بيقدروا يضربوه في الاخر وبيقع الملف منه في الارض تاني. وبينزل راهول من عربيته ويدوسه برجله وبيزحف راما على ايده ورجله لغايه لما بيوصل للملف، وبيترجى الراجل راهول انه يديهوله وهو مذلول، وبيقعد راهول يحدف الملف لاصحابه وراما بيبقى بيعيط بالدموع. بس طبعا كل ده من غير اي فايده لغايه لما الملف بيرجع تاني راهول وبيولع فيه قدام راما، وبيتصدم راما وبيصرخ اول ما بيشوف مستقبله بيضيع قدام عينه، وبيسيبوه رجاله راهول وبيجري راما على الملف بتاعه وبيحاول انه يوقف النار اللي مولعه فيه وياخده ويهرب ويوصل لاكاديميه الشرطه، بس الحارس ما بيرضاش يدخله وبيقول له ان هو اتاخر عن ميعاد ساعه كامله. وبيقعد يترجى راما الحارس وبيقول له ان في شويه بلطجيه هاجموه في الطريق بس طبعا من غير اي فايده. ولما بيوصل البيت بتقول له امه ان الشرطه دي حياتهم، وحتى لو ما بقاش ضابط شرطه رسمي هو بالنسبه لها ضابط. وبيبقى مع جامونا علبه هدايا وتخبيها من راما، وبيسالها العلبه دي فيها ايه وما بترضاش جامونا تديها له، بس راما بياخد العلبه بالعافيه، ولما بيفتحها بيلاقي فيها بدله ضابط كانت جايبها له جامونا هديه عشان لما يرجع من امتحان الاكاديميه. واول ما بيشوفها راما بيقعد يعيط وبيقول لهم ان هو مش هيقدر يلبس البدله دي طول عمره لكن نفسه يلبسها مره واحده. وبيدخل راما وبيلبس البدله العسكريه، اول ما بيطلع كلهم بيعجبوا بيه وبيضرب له نيش التحيه العسكريه. وبيسمع بعدها راما حد بيستنجد بالبوليس وبيطلع بسرعه وهو لابس البدله بره البيت، وبيلاقي شويه حراميه بيضربوا 2 عساكر وبيصرخ فيهم راما، وبيروح بسرعه وبيقعد يضرب فيهم لغايه لما بيوقعهم في الارض. وبيوصلوا البوليس الحقيقي وبيفتكروا راما واحد من المفتشين، وبيروحوا بسرعه وبيمسكوا
وبيمسكوا الحراميه وبيشكروا الضابط على تدخله في الموضوع، ما بيبقاش شايف شكله وبياخد الحراميه وبيمشوا بيهم. وفي البيت بعدها بيقول راما ان في مشاكل كتيره في المدينه عشان البوليس اللي مش مؤهل ليها، وممكن يلبس البدله ويروح مكان ما فيهوش ضباط شرطه ويقدر يحقق العداله فيه. وبيفرح بيه نيش وبيقول انه موافق جدا على الفكره بتاعته. وتاني يوم يعمل راما كمين في مكان مش بيروحوا ضباط الشرطه، وعلى حظه الحلو بيبقى اللي جايين راجل ارهابي ورجالته في العربيه، وبيوقفهم راما وبيسال راجل ليه اللوحه بتاعه العربيه مش كامله ومكسوره، وبيبقى عايز يفتش العربيه والكراتين اللي فيها، بس راجو بيضربه في وشه وبيطلع بسرعه بالعربيه ويهرب. وبيقفش راما في العربيه وبيحاول يوقف راجو بس ما بيقدرش لغايه لما بيدخل جوه العربيه وبيحاول يوقفها وبيرمي نفسه مع راجو بره العربيه، وبتتقلب بعدها وبتنفجر العربيه انفجار شديد عشان المتفجرات الكتيره اللي كانت موجوده في الكراتين. وبيروح راما على البيت وهو حاطط الارهابي راجو في شوال، واول ما بتشوفه امه بتقعد تصرخ ويرش على وش راجو شويه ميه ويفوق. وبعدها يروح راما وبيلبس لبس الضابط وبيبقى عايز يعذب راجو، بس قبل ما يعذبه راجو بيعترف انه كان هيركن العربيه اللي كانت هتنفجر عند مطعم اسمه دابا. وبيروح راما للمطعم وهناك بيلاقي كيران وهي بتركب عربيه كبيره وبتسوقها، ويروح بسرعه وبيدخل جوه العربيه وبيقعدوا يضربوا في بعض. واول ما بتشوف اسم الكسندر على البدله بتاعته بتوقف العربيه وبيخبط راما في الازاز وبيقع على الارض، وبتنزل وراه كيران وبتقعد تضرب فيه وبتكلبشه، وبتطلع انها ضابط شرطه. بعد كل ده بتاخده وبترميه عند الجنرال باراس، واللي بيقعد يضرب فيه وبيضرب جنبه بالمسدس عشان يعترف فين الضابط الكسندر اللي لابس بدلته. يقول لهم راما انه ما يعرفش اي حاجه وان خطيبته هي اللي جابت له اللبس ده، وبيروحوا بسرعه وبيمسكوا جمونه. وبيقعد راما يحكي لباراس عن حكايته وبيجيبوا له الملف بتاعه اللي كان هيتحرق. وتوصل جمونه ومعاها ابوها نيش، واول ما بيشوفوا باراس بيعرفوا وبيطلع ان هو السواق بتاع الكسندر، وبيسالوا باراس عن مكان الكسندر وان اخر واحد المفروض انه شافه. وبيحكي له نيش ان بعد ما كلمه في التليفون اغمى عليه وبنته دخلته المستشفى، وبعد ما فاق من الغيبوبه اللي كان فيها قالوا له ان عنده مرض خطير في الكبد وهيموت، وعشان كده ما بقاش يروح الشغل، وهو اللي ادى لبنته لبس الكسندر تديه راما. وبيتعصب باراس وبيقول لراما لو شافه لابس لبس الشرطه تاني هيقتله. وبنرجع تاني لاول الفيلم لما كان باراس متعصب عشان الانفجارات كان بينادي على الكسندر، ولما بيروح له يقول باراس لباقي الضباط انه بيعين الكسندر قائد للمجموعه اللي هتحقق في موضوع الانفجارات. وبيبدا الكسندر في التحقيقات مع المجرمين اللي اتمسكوا، وكمان بياخد معاه كيران واللي كانوا اصلا بيحبوا بعض عشان يكملوا التحقيقات. وبيوصل لواحد اسمه كوتي وبيبقى سياسي كبير ويقول لالكسندر اكيد هو مش عارف بيكلم مين، بس الكسندر ما بيهموش منصبه وبيمسكه وبيكسر دماغه في الترابيزه. وبيقعد كوتي يصرخ من الالم، وبيكمل الكسندر ضرب في رجاله كوتي كلهم ويخلص عليهم. وبعدها بيرجع تاني لكوتي وبيقول له يقول اسم الارهابي اللي بيعمل عمليات التفجيرات دي بدل ما يفجر له دماغه. وبيعترف كوتي وبيقول له ان اسم الارهابي راجو. ونروح بعدها اليوم خطوبه الكسندر على كيران، ويروح راهول ابن الجنرال باراس واللي بيعتبره الكسندر اخوه الصغير وبيقول له ان هو عايزه على انفراد. وبيدخلوا هما الاثنين الاوضه، وبيطلع بعدها الكسندر وهو لابس لبسه الرسمي ويقول لنيش هيخلص حاجه مع راهول ويرجع على طول. وبعدها بيتاخر الكسندر على الخطوبه، محدش بيبقى عارف يوصل له، وبيتصل حد بنيش وبيقول له ان الكسندر موجود في السوق عندهم. وبيروح بسرعه نيش على السوق وبيلاقي الكسندر وهو مش داري بالدنيا، وشكل راهول اداله حاجه من غير ما يحس. واول ما بيفتح الجاكيت بتاعه بيلاقي عليه حزام ناسف، وبيقعد الكسندر يكح وينزل دم من بقه. وبعدها بيحدف نيش وبيجري بسرعه وبيطلع فوق حاجه عاليه وبينط منها عشان الناس ما تتاذيش من القنبله، وبينفجر الكسندر في الهواء. وبيقعد يعيط نيش لما يفتكر اللي حصل، وبيبقى جنبه بنته وراما وبيقول لهم انه كذب على الجنرال وهو من ساعتها مش قادر يتكلم. وهيقول ايه بس ان ابن الجنرال هو اللي قتل الكسندر وعشان كده ساب الخدمه وقعد يشرب يمكن ينسى. ويروح بعدها راما على بيته، اول ما بيفتح الباب بينفجر في وشه وبيتحدف بعيد عن البيت. وبيتصل بيه راجو وبيقول له ان هو لعب بالنار وعشان كده فجر له بيته، بس ما يخافش امه في الحفظ والصون وهي موجوده معاه ولسه مش عارف هيعمل فيها ايه. وبيروح بعدها راما لراهول عشان يعرف منه مكان راجو وينقذ امه، وبيقعد يضرب في راهول ويكلم نيش كيران وبيقول لها الحقيقه وان راهول هو اللي ورا اللي حصل كله وخطف الكسندر. وبياخد راهول واصحابه راما لغايه مكان راجو، وبتبقى امه فرحانه بيه قوي لانه جاي ينقذها. وبياخد راهول منه المسدس ولسه هيضربه، بتدخل عليهم كيران وبتقعد تضرب نار عليهم كلهم، بس بيقدر راهول انه يمسكها وبيمسك راجو ويحط المسدس على
دماغه. وبيقعد راهول يحكي لكيران ازاي مسك الكسندر واخده معاه، وكمان عمل له كمين وحقنه في رقبته وحطه على جسمه حزام ناسف وبعدها رماه في السوق. وبيبقى متصور فيديو معاه وهو بينفجر، وبتقعد تصرخ كيران لما بتشوف الفيديو وتعيط. وبيقدر راما يحدف راجو بعيد عنه وبيمسك راهول وبيرميه على الارض، بس رجاله راجو بيقدروا يحقنوا راما وكمان بيحقنوا امه وبيقعوا الاتنين على الارض. وبتقدر كيران تضرب رجاله راجو وتكسر الكرسي، بس قبل ما بتكمل بيديها راجو رصاصه في بطنها. وبتتعصب كيران وبتمسك راجو وبتقعد تضرب فيه، وبعدها بتخلص عليه بالرشاش وبيتحرق لما بيدخل في سلوك الكهرباء. وبتنقذ ام راما والاطفال الصغيرين اللي بيشغلها راجو بالسخره، وبعدها بتفجر المكان. ويروح راهول على احتفاليه كبيره لضباط الشرطه، وبيبقى الوزير بنفسه موجود، وراهول مع راما في العربيه ومحطوط على جسمه حزام ناسف زي الكسندر. ويشوفهم نيش ويروح عشان يدافع عن راما، بس بيقدر راهول يقتله. وبيصرخ راما لما بيشوف حماه قتل وبيجري بسرعه على الاحتفاليه، والناس كلها بتشوف حزامه الناسف وبيجروا من قدامه. وبيبقى راهول عايز يفجر راما عن بعد بالتليفون اللي معاه، بس يفكر راما بسرعه ويشوف العربيات بتاعه التشويش على التليفونات، وبيقدر انه يوصل لها ويدخل جواها. ويتابعوا الجنرال باراس ويقول لهم ما يخلوش اي حد يقرب من راما ولا من العربيه. وبتدخل كيران المكان وبتقعد تضرب في اصحاب راهول وبتقتلهم كلهم. وبعدها يروح راهول وبيستخبى في ابوه، ويوقف باراس كيران وبيقول لها انها اكيد اتجننت وما يبقاش عارف المصايب اللي عاملها ابنه. تقول له كيران ان ابنه ده شيطان وهو اللي حط الحزام الناسف على راما، وكمان هو اللي فجر المدينه وقتل الكسندر. وبتوري له الفيديو اللي صوره راهول والكسندر بينفجر، ويضرب راهول النار على كيران وبتقع في الارض وتموت. وبياخد باراس السلاح من ابنه وبيحضنه ويخلص عليه. وبعد ما الموضوع كله يخلص يروح باراس لوزير الداخليه اللي بيشكره على اللي عمله لانه ضحى بابنه عشان خاطر الوطن. وبينده على راما ويقول الوزير لباراس انهم ضموه للشرطه زي ما هو طلب، وممكن يعمل منه الكسندر تاني. ويحيي راما باراس التحيه العسكريه. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده هنعمل فيلم اكشن اسمه راكتا شريترا. وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا الفيلم في قريه اناندبور واللي الظلم والفقر فيها منتشر، وحكم العصابات بيغلب حكم الشرطه، والكلمه الاخيره فيها للسلاح، والقتل سهل والدم بيكون في كل مكان. واحد من اقوى الزعماء اسمه نارسيما وعصابته من اقوى العصابات، وكان اقرب واحد ليه اسمه فيربادرا واللي كان من الطبقه الفقيره، لكن نارسيما كان بيثق فيه وبياخد رايه وبيعتمد عليه في كل شؤونه. وده اللي خلى الناس القريبه من نارسيما يحسوا بالغيره من النفوذ والعلاقات اللي بيديها نارسيما لفيربادرا. ومن الناس دي كان نجماني اللي كان مستني فرصه عشان يتخلص من فيربادرا ووقت انتخابات مجلس المدينه اللي مترشح ليها فيربادرا، لانه عايز يجيب حقوق الناس الغلابه. وقت ما كان فيربادرا بيوعد الناس بانه يجيب لهم حقوقهم، كان نجماني بيشحن نارسيما ضده وبيقول له انه هو بيخدعه، عامل نفسه خدام ليه، وهو بيجمع الناس حواليه عشان شعبيته تزيد ويعرف يقف قدام نارسيما، وانه لازم ما يديهوش فرصه يترشح او يبقى ليه كلمه مسموعه. وتاني يوم راح فيربادرا هو ومراته يزور نارسيما ومراته اللي بتعتبر مراته زي اختها، فبيسيبهم مع بعض. وبيروح لنارسيما اللي بيبلغه انه مش هيقف معاه في الانتخابات وبيقول له انه ينسحب منها، لكن فيربادرا بيقول له انه هو وعد الناس ولازم يوفي بوعده. فبيدخل نجماني في الكلام وبيقول له ان ازاي يتكلم بالطريقه دي مع سيده ولازم يخضع لكلامه. فبيرفض فيربادرا وبياخد مراته وبيمشي. وبيقول فيربادرا للناس انهم لازم يتحدوا مع بعض، وان هو راح الزمان اللي هم كانوا فيه عبيد، وانهم لازم ياخدوا حقهم ولو بالقوه. ويروح نجماني لنارسيما وبيقول له ان فيربادرا خرج عن طوعه وان هو بيجمع الناس ضده، وبيسالوا نجماني هيعمل ايه معاه. فبيقول له نارسيما انهم لازم يتخلصوا منه. وبيفرح نجماني انه وصل لهدفه وبيؤمر رجالته انهم يجيبوا له ماندا الايد اليمين لفيربادرا، وبيطلب منه انه يقتل فيربادرا عشان لو هم اللي قتلوه الناس هتتجمع وتعمل ثوره ضدهم، لكن لو هو اللي قتله الناس هتشك انها اكتشفت فيربادرا خاين للناس. وبيوعد نجماني ماندا انه هيقف جنبه وهيديله نفوذ فيربادرا وهيبقى من رجالته في حمايته. وبيوافق ماندا وبيوقف ماندا ورجاله نجماني الاتوبيس اللي بيكون فيه فيربادرا ومراته، وبيقول له انه ينزل من الاتوبيس بدل ما يقتل الناس اللي فيه من غير ذنب. وبينزل فيربادرا وبيتفاجئ بماندا في ايده سلاح، وبيقول له انه جاي يكشفه للناس اللي فاكرينه محترم لكن هو حرامي وسرق صندوق الحزب. فبيقول له فيربادرا انه هو لو غلط في حاجه فهو غلط في يوم ما وثق في واحد زيه، وبيقول له انه هو واقف قدامه وبيتحدى انه يقتله. فبتتهز ايد ماندا وما بيقدرش يضرب النار، فبيضرب واحد من رجاله نجماني النار وبيقع فيربادرا وبيمسكوا مراته بعيد عنه. وبيشجع رجاله نجماني ماندا انه يروح يخلص على فيربادرا، فبيمسك حجر وبيكسر دماغه ويقتله. وبيروح رجاله فيربادرا وابنه شنكار لمكان الحادثه وبيقولوا للرجاله ان اللي قتل فيربادرا الخاين ماندا. فبيقول لهم شنكار ان هو عارف ان اللي ورا قتل ابوه هم
نرسيمة ونجماني، وانهم لما قتلوا ابوه نسيوا ان ليه اولاد هياخدوا بطاره، وانه كده هيخليها انهار دم. وفي بلد تانية بيكون برتاب ابن فيربادرا رايح يقابل ابو حبيبته ناديني اللي مش بيكون معجب بيه، وبعد المقابله بتقول له انه يحاول يكسب رضا ابوها لغايه لما يتجوزوا، وبيتفاجئ بواحد من رجاله ابوه بيجي وبيقول له ان ابوه اتقتل، فبيسيبها وبيروح معاه. وفي نفس الوقت بيكون اخوه شنكار بيقتل كل رجاله نرسيمة ونجماني انتقاما لابوه، وبيرد على شنكار بوكا ابن نجماني اللي بيعذب وبيقتل كل رجاله شنكار لانه مش عارف يوصل له. ولما عرف مكان شنكار منعه ابوه نجماني وقال له ان يستنى لحد ما الانتخابات تخلص ويكسبوا. وبيوصل برتاب وبيقابل اخوه وبيلاقيه بيقتل الناس اللي ساعدوا في قتل ابوه، فبيقول له برتاب انهم يطلبوا مساعده الشرطه، لكن بيقول له شنكار ان الشرطه سبب في كل حاجه وانهم بيخدموا الكبار وبيدوسوا على الباقي، وانه لازم يكمل الطريق اللي مشي فيه ويحقق العداله. وبيتصل برتاب بحبيبته ناديني وبيقول لها انه هيفضل جنب امه ومرات اخوه اللي محتاجينه في غياب اخوه. وبيروح ظابط لبيت نجماني وبيقول له انه قبض على شنكار حي، فبيطلب منه نجماني يعذبه لغايه لما يموت. وبيجري برتاب هو والمحامي ومرات اخوه على القسم، وبيطلب المحامي ان برتاب يشوف اخوه بالقانون، فبيضرب الظابط المحامي وبيمسك برتاب من قميصه وبيدخله يشوف اخوه اللي بيلاقيه ميت من التعذيب، وبيقول له الظابط انه قتله بالقانون. فبيتجنن برتاب وبيضرب الظابط والعساكر بجنون وبيتلموا وبيمسكوه، وقبل ما الظابط يقتله بيجي رجاله شنكار وبيقتلوا الظابط والعساكر وبياخدوا معاهم برتاب. وبتروح ام برتاب لنرسيمة ومراته وبتترجاهم انهم يرحموا ابنها ويسيبوه، فبيضربها نجماني وبيطردها وبيقول لها انهم هيقتلوا برتاب. في نفس الوقت بيتجمع رجاله شنكار مع برتاب وبيوعدوه انهم هياخدوا بطار ابوه واخوه، لكن بيقول لهم ان الطار ده طاره هو، وانه هيقتل كل واحد من المجرمين دول بايده وهينتقم لابوه واخوه. فبيقولوا له انهم بيخططوا انهم يقتلوا نرسيمة ونجماني وماندا كلهم مع بعض، وبيقول لهم برتاب انه هيقتلهم واحد واحد عشان عاوزهم يعيشوا في خوف. وبيروح برتاب ورجالته لبيت نرسيمة وبيقتلوا قدام مراته وبيمشي. ولما بيوصل نجماني وابنه بوكا بتصرخ فيهم وبتقول لهم هما اللي ما قتلوش برتاب قبل ما يقتل جوزها. فبيقول بوكا لابوه هو رافع المسدس في وشه ان خالته معاها حق وانهم ما كانش لازم يستنوا الانتخابات وان كان لازم يقتلوه. بتتصل نانديني بام برتاب وبتسالها هو فعلا قتل نرسيمة، فبتقول لها امه انها تتمنى ان الخبر يكون صحيح عشان نارها تبرد. في الوقت ده بيدخل بوكا وبياخدها من شعرها ويبقى هيقطع ايدها، لكن بتيجي شرطيه وبتمنعه وبيمشي. وبيبعت برتاب ياخد امه ومرات اخوه عنده في الجبل، وبتقول له على اتصال نانديني. فبيروح لنانديني الجامعه وبيقول لها ان حياته اتغيرت وانه قتل نرسيمة وهيقتل غيره عشان ينتقم، وان هو كده بقى ليه اعداء، وبيخيرها يا اما تكمل معاه او تبعد عنه. فبتختار ان هي تكمل معاه وبياخدها وبيروح يقول لابوها ان هو هيتجوزها بموافقته او غصب عنه. فبيخاف ابوها من رجاله برتاب وبيوافق وبيتجوزها برتاب وبيعملوا رجالته حفله كبيره وهم بيحتفلوا. بيجي له خبر عن مكان ماندا، وتاني يوم بيروح رجاله برتاب وبيقطعوا ايد ماندا اللي بيصرخ وبيقول ان نجماني هدده بقتل مراته وعياله لو ما سمعش كلامه. وبيوصل برتاب وبيقتله، وبيخاف نجماني لما بيعرف ان برتاب قتل ماندا وبيطلب من الشرطه انهم يحرسوه. وبيتنكر برتاب في شكل ظابط وبيقتله في بيته هو ورجالته وظباط الشرطه. وبتيجي الشرطيه عشان تاخد جثه نجماني عشان تتشرح، فبيمنعها بوكا وبيضربها. وقبل ما ترفع عليه المسدس بيجي لها اتصال من رئيسها في الشغل وبيقول لها تسمع كلام بوكا. وبنشوف في عين بوكا نار الانتقام وهو بيبص على جثه ابوه. ورئيس الشرطيه بيقول لها ان دول معاهم السلطه والفلوس والسلاح وان الشرطه اضعف منهم وان احسن لها انها تبعد عنهم. فبيدخل زميلها عشان يسلم عليهم لانه اتنقل من البلد دي، وبيقول لها ان شيفاجي بطل الافلام المعروف المشهور مترشح قدام بوكا وفرصه فوزه كبيره لان الناس بتحبه. وبيختار بوكا اخوه بورو يترشح مكانه لان بقى مكروه من الناس، وبيطلب من رجالته انهم يساعدوا اخوه يفوز باي ثمن. وبيزور شيفاجي انانا دابور لكن بيتضرب عليه نار وبيركب عربيته وبيهرب. وبيسال شيفاجي المساعد بتاعه رام عن المترشح قدامه، فبيقول له ان اخو بوكا هو اللي مترشح قدامه وكل الناس بتخاف من بوكا. فبيقول له شيفاجي هو مفيش حد هيقدر يقف قدامه. فبيقول له رام ان برتاب هو الوحيد اللي بيقدر يقف قصاده. فبيطلب شيفاجي انه يقابل برتاب، وبيقابل برتاب شيفاجي اللي بيقول له ان هو معجب بذكائه وانه عارف ان هو بيحارب المجرمين بطريقته وانه مستعد ينزله الانتخابات ويساعده انه يفوز وبكده يكون مع السلطه والنفوذ. ويقول له انه يفكر في عرضه ويرد عليه بسرعه. وبيلاقي برتاب مع رجالته راجل اسمه بابو وبيقول له ان هو عايز يساعده ينتقم من بوكا لانه اغتصب اخته الصغيره ورماها. ولما راحوا للشرطه يشتكوا طلبوا منهم دليل على كلامهم، واخته حرقت نفسها وماتت وانه حاول يجمع الناس ضد بوكا لكن رجالته اخدوه لبوكا اللي عذبه وكسر رجله. فبيقول له برتاب ان ده مش وقت الانتقام من بوكا، هو هيقول له امتى هينتقموا. وبيفكر برتاب في عرض شيفاجي وبيقرر يوافق عليه، وبيروح لشيفاجي هو ورجالته وبيرموا سلاحهم تحت رجله. فبيقول له شيفاجي ان محتاج السلاح ده في حربه مع المجرمين. فبيقول له برتاب انه بيخوف بالسلاح ده الناس الجبنه لكن بيقتلهم بعقله. فبيفرح بذكائه
بتصدقه وبيقول له ان من اللحظه دي هو بقى ابنه. وبيترشح برتاب ضد بورو اخو بوكا للوزاره، فبيتجنن بوكا وبيهدد رجالته ان هيقتلهم لو فاز برتاب، وبيقتل رجاله برتاب كل اللي بيساعد بوكا، وبيقتل اي حد يقف ضده في الانتخابات، وبيفوز برتاب وبيبقى وزير. وبيتجنن بوكا وبيقتل رجاله برتاب وبيقعد يعيط لخساره اخوه، فبتيجي الشرطيه عشان تقبض عليه وبيقتلها وبيتسجن. وبيقول بوكا لاخوه انه يتصرف ويخرجه من السجن والا هيموت نفسه، فبيزور اخوه منافس شيفاجي وبيترجاه يساعد اخوه، فبيوافق انه يخرج بوكا من السجن عشان عايزينه يقتل برتاب. في الوقت ده بينقل امه ومراته لبيت كبير وبيرجع لامه فرحتها، وبيجي له خبر ان بوكا خرج من السجن ومستخبي في شقه، فبيعرف مكانه وبيتفق مع الولد اللي بيخدمه ويجيب له الطلبات انه يفتح لهم باب الشقه. وبيطلب برتاب بابه وبيقول له ان جه وقت الانتقام من بوكا، وبيتنكروا رجاله برتاب وبابه في شكل منقبات وبيعدوا من رجاله بوكا، وبيفتح لهم الولد باب الشقه وبيدخلوا يقتلوا الرجاله اللي مع بوكا، وبيقتل بابه باكو ببلطه في ايده وبيبقى عايز يقطعه حتت. وبيروح بابه لبرتاب يشكره انه ساعده انه ياخد حق اخته، وبيروح بورو اخو بوكا لبرتاب وبيترجاه ان هو ما يقتلوش، هو مش عايز سلطه وعاوز يعيش في حاله، وبيسيبه برتاب. وبيشتكي الكبار لشيفاجي من برتاب وبيقولوا له انه قاتل ومجرم، فبيدافع شيفاجي عنه وبيقول ان بيقتل المجرمين وبيحقق العداله. وبيطلب شيفاجي من برتاب ان يحقق القانون ويقضي على العصابات، فبيعزم برتاب كل زعماء العصابات على الغداء وكلهم بيخافوا منه وبيروحوا. وبعد الغداء بيقول لهم ان هو مش هيسمح لحد يعمل عصابه او يقتل او حتى ياخد ارض مش من حقه، وبيهددهم ان ده مش طلب ده امر، فبيسكتوا كلهم وبيوافقوا. وبكده برتاب بقى بيحقق العداله وبيجيب للناس حقوقها، وفي نفس الوقت بقى قوه وسلطه، وان اللي مش معاه بيمحيه من على وش الارض. وفي جزء تاني للفيلم ده هنشوف بقى ايه اللي هيحصل مع برتاب. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد معايا.